السلام عليكم. هذه الحلقة عدد 7 أو الخاتم عدد 7 في العقد اليماني الأبيض المزين أو يقول المشجر، أحيانا يقول المشجر لأنه فيه رسوم. مش كما الخاتم الأول اللي وريناه في الحلقة عدد 6 أو في الخاتم عدد 6. هذا الرسم متاعه يظهر عادي في الحالة الأولى، واضحين؟ في الحالة الأولى يظهر عادي ما شاء الله. قلت كل الخاتم يكون فريد في حالته، واضحين؟ لأن الرسم غير واضح، لكن لما تعطيه إضاءة كأنك ترى شجر في داخل الخاتم، وهذا من صنع رب العالمين عز وجل في خلقة الكون. فما أشياء تحف وما تتكررش، مهما كانت صفة ما تتكررش، وخاصة في الخواتم تاع العقيق أحيانا تجد رسوم من الصعب أنها تتكرر، من الصعب. ما نعرفش إذا الرسم نجم يكون واضح في التصوير. نحاول نحاول نقرب الكاميرا إلى أقصى درجة. شيء ما أعطانيش. كأنها شجرة بأوراق متناثرة، سبحان الله، سبحان الذي أحسن صنع كل شيء. ممكن الإضاءة ما عادش، نحاول نخففها. نصور هيك واضح. نتصور كأنها شجرة مرسومة داخل الحجر، سبحان الله. وهذه من الخواتم، خصيصا الخواتم اللي تكون فيها الرسومات هذه تصلح لتيسير الرزق أو إبرام عقد تيسير الرزق. هو لن تأخذ أكثر مما آتاك رب العالمين من رزق، لكن إلغاء التعطيلات أو إلغاء الموانع أو زجر الطاقة السلبية أو الطاقة الإبليسية اللي تنجم تكون فيها موانع أو تعطيلات في الرزق متاعك، واضحين؟ من أجمل الخواتم. إن شاء الله يصل إلى من يستحق، واضحين؟ ما شاء الله. حتى النقوشات اللي مخدومة على الخاتم نقوشات جميلة جدا، وجميل حتى الخاتم في التختم بتاعه جميل. لا تصور واضح. خاتم جميل، وإن شاء الله يصل إلى من يستحق التخطب به. واللي يحب إبرام عقود فرعية مرحبا به، نبرموا العقود بعد الاتفاق بالطبع.